اللهم لا صبر لنا على البلاء ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا، ولا تكل قلوبنا في التعلق بخلقك لقضاء حاجاتنا، وتول أنت كفايتنا، وانظر إلينا بعين الإحسان في جميع أمورنا، فبفضلك اللهم استغنينا، وبجودك يا ربنا أصبحنا وأمسينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين وبخير وصحة وسعادة. بمناسبة شهر رمضان أنا حبيت أجيب لكم شوية عصاير جميلة وخفيفة ومفيدة. وبصراحة أنا ما حبيتش إن أنا أزود في كميات أو أكتر عليكم الحاجة، لأن بصراحة الظروف اللي احنا فيها يعني مش سامحة بكده. فعلى قد ما نقدر هنعمل الحاجة اللي هي هتخلص من السوق، أو الحاجة اللي هي مش هتبقى موجودة نلحق نستغلها ونستفاد بها في رمضان، وبرضو بالكميات المعقولة وبالأسعار لما تكون أسعارها كويسة. فأنا حبيت أجيب لكم الحاجات برضو اللي أسعارها بسيطة، يعني مش هنقدر نعمل كل الفاكهة اللي في السوق، مش هنقدر نجيب كل الخضار اللي في السوق، فعلى قد ما نقدر الحاجة اللي نقدر عليها هي اللي هنعملها. برتقان فيتامين سي، والفراولة برضو فيتامين سي، والجوافة فيتامين سي. وجبت لكم كمان حاجات معاها بتزود القيمة الغذائية بتاعتها، يعني لكل عصير النوع بتاعه. هنبدأ كده مع بعض. هنقطع كده أول حاجة من البرتقانة من فوق، وبالسكينة هنقسم كده لخطوط معانا بالطول، يعني بعرض البرتقانة زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. دي بتشيل كل القشرة البيضاء الموجودة، لان لو القشرة دي ما اتشالتش البيضة اللي هي تحت القشرة الصفراء بتعمل مرارة في البرتقان، فبتخليها مش حلو. وتاني حاجة برضو لازم نشيلها عشان بتعمل مرار برضو، بتخلي البرتقان مر، البذر. وده برتقان بلدي اللي هو اساسا بتاع العصير، لازم تجيب البرتقان البلدي، بيبقى مليان كله مية وبيبقى طعمه جميل جدا في العصير. هقشر لكم كل الكمية دي وهرجع لكم تاني عشان وقتكم. هنا قشرنا البرتقان بتاعنا كله، شلنا كل القشر الابيض ونضفناه بقى جميل وزي الفل. هنبتدي بقى نقطع البرتقان بتاعنا شرايح كده مدوره. ليه انا ما خدتوش 4/4؟ علشان انا عايزه اطلع البذر اللي جواه. لو انا قطعته 4/4 بالطول مش هعرف اطلع البذر اللي جواه، لكن الطريقه دي سهله جدا بتخليني اشيل البذر بسهوله. واشيل البذر من كل الجنين، يعني الف كده مره كده ومره كده، لان برضو بيبقى البذر موجود مش باين. هتحاولي كده واحده واحده تطلعيه. انا حبيت ابسط عليكم كل حاجه ومحبتش اكتر عليكم في العصاير علشان برضو التكاليف. وجبت لكم يعني ارخص انواع العصاير وافيد انواع العصاير، الحاجه اللي نستفاد منها، الحاجة اللي مش هنستفاد منها بلاش منها. هنا بقى البرتقان مليان مية، بصراحة جميل جدا. فانا حاولت ان انا احط الطبق تحتيه علشان اي عصير ينزل منه يبقى في الطبق استفاد بيه. هنقطع كل الكمية بتاعتنا دي شرايح كده، وهنشيل منها كل البذر وهرجع لكم تاني. وهنا قطعت كل كمية البرتقان، شلت البذر منه كله ونضفته بقى جاهز معانا. احسن حاجة وافيد حاجة هنضيفها مع البرتقان عصير الجزر. عصير الجزر بيدي طعم جميل جدا للبرتقان، بيزود القيمة الغذائية بتاعته. هنقشر كده الجزر مع بعض واحدة واحدة. 6 كيلو برتقان حطيت عليهم 1.5 كيلو جزر، برضو على حسب الكمية اللي تناسبك. وهسهلها برضو عليكي اكتر من كده واحنا بنعبي العصير في الاكياس، هقولك ابسط من كده، خليكي معايا. هنا قشرت الجزر بتاعنا كله وهبتدي ابشره، مش هسلقه. ممكن لو عايزه تسلقيه تقطعيه شرايح برضو تسلقيه
عادي براحتك، بس انا حبيت اسهل عليكم. فقلت ان انا ايه اسهل عليكم واخلي الطريقه ابسط، ان انا ابشرهولك، لان طبعا انت مش هينفع ان احنا نضربه في الخلاط الجزر لاني ناشف وممكن يبوظ لي الخلاط. فانا قلت ابشره اسهل على نفسي، وابشر كل الكميه تبقى خفيفه وانا بعصرها مع البرتقال زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. محبتش ان انا ازود عليكم التكاليف واجيب اطباق واجيب علب بلاستيك، بصراحه كل دي تكلفه. فحبيت ابسط عليكي بابسط حاجه، لان احنا عارفين طبعا كل الظروف اللي احنا فيها. فقلت ابسط حاجه ايه الكيس هيبقى مناسب وهيقضي برضو نفس الغرض. فانا جبت كميه العصير اللي هتناسبني انا وافراد الاسره بتاعتي، حطيتها كده في قلب الكيس وفردتها في الكيس بتاعي، وحطيت عليها كميه من الجزر. يعني حوالي لو انا هحط مثلا 3/4 الكيس برتقان، هحط الربع التاني جزر. وبراحتك الكميه اللي تناسبك، لان دي انا ما اقدرش يعني احددها لك، لان انتي كل اسره عدد افرادها تختلف عن التاني. فحطي الكميه اللي تناسبك من البرتقال، وربعها هيبقى الجزر. حابه تزودي في الجزر بتحبيه برضو مفيش مشكله، لو عايزه تعملي النص والنص برضو هيبقى جميل جدا. بس انا حبيت اخلي الربع جزر عشان تحسي بطعم البرتقال اكتر. وهنا بقى انا حاولت ان انا اخرج الهواء كله من الكيس، ففردت البرتقان مع الجزر في الكيس وبدوس عليه بايديا، فبضغط عليه بالراحه كده لحد ما اطلع كل الهواء اللي فيه، لان طبعا ما ينفعش يبقى فيه هواء في الكيس اللي انا بخزنه. هنا برضو حبيت ان انا اوريكم ان انا لازم برضو هاخد العصير او المية اللي نزلت من البرتقان. فجبت هنا الكبشة معايا وبقيت احط من المية اللي نازلة من العصير، لان ده عصير طبيعي وجميل ما فيهوش اي اضافات. وهحط كمية الجزر المبشورة معايا، عشان خاطر انا لما اجي بقى باذن الله هطلع الكيس جاهز معايا. كل كيس جاهز، مش هخلي الجزر لوحده والبرتقال لوحده واقعد ادور، لا، هو الكيس جاهز معايا كده. اول ما اطلعه هضربه على طول بالخلاط وهضيف السكر بتاعه وشوية مية معاه، واحسن عصير برتقال ممكن تعمليه. هنبدأ بقى هنا مع بعض في النوع التاني من العصير، وهي الفراولة. فراولة جميلة جدا، بس اليومين دول مش حمر قوي. فانا بصراحة قلت انا عايزة ازود القيمة الغذائية بتاعت الفراولة. الفراولة فايدتها حلوة، بس قلت لازم اعمل حاجة او اشوف حاجة تزود لي القيمة الغذائية وتخلي لون الفراولة جميل جدا كده يفتح النفس. فما لقيتش غير البنجر جميل جدا ومفيد للأنيميا، ومفيد لحاجات حلوة قوي، واحنا ما بنشتروش بصراحة، ورخيص مش غالي. فقلت انا هعمل كده ميكس جميل كده بين الفراولة والبنجر. فجبت الفراولة غسلتها كويس قوي وصفيتها في مصفى، وابتديت ان انا اشيل القمع بتاعها كده. طب هضيف عليها بقى البنجر ازاي؟ برضو لو حابة تسلقيه براحتك، بس انا قلت ان انا ابسط عليك الطريقة وابشره زي الجزر بالظبط، هيبقى سهل وجميل معايا، وهستفاد حتى من اللون من المية اللي هتنزل. لو انا سلقته المية هتنزل معايا في السلق، يعني كل القيمة الغذائية هتنزل معايا. انا ممكن اضيفها مع العصير عادي، بس انا حبيت اسيبه محتفظ بقيمته الغذائية، ان انا ابشره ويبقى جاهز معايا في العصير. فقشرت البنجر كده واحدة واحدة، وبعد كده اجيب المبشرة وهبشره ايه لحد ما انعمه كله. واحدة واحدة نبشره كده، خلي بالك من ايدك. وهيبقى احلى كوباية عصير فراولة فيها كل الفايدة، فيها كل القيمة الغذائية، بالاضافة ليها البنجر جميل جدا، احنا ممكن نستعمله في حاجات كتير قوي في السلطة وفي حاجات كتير اقول لكم عليها بعدين وهعملها لكم. فبرضو
جميل وهنستفاد منه كلنا. هنا هنجيب برضو الاكياس بتاعتنا وهنحط كمية الفراولة المناسبة، وهنفردها كده في قلب الكيس معانا، بحيث ان الكيس يبقى ايه مفرود معايا كله وما ياخدش مكان برضو في الفريزر. وهاخد كده على قد ايدي، على قد كده ما امسك بايديا، يعني برضو 3/4، هيبقى 3/4 فراولة والربع بنجر. وهنا فرغت الهواء كله من الكيس وضغطت عليه بالراحة لحد ما طلعت الهواء كله من الكيس، وهفرده كده في قلب الكيس كل العصير علشان ما ياخدش مني مكان في الفريزر. وهنا هنجرب مع بعض تاني، هنحط كمية الفراولة اللي تناسبك، نفردها في قلب الكيس كده، نضغط عليها بالراحة، وهنحط ربع الكمية بنجر، وهفردها تاني وهضغط عليها بالراحة عشان اخرج كل كمية الهواء منها، وهربط الكيس بتاعي. واول ما هخرج طبعا الكيس بعد كده ان شاء الله في رمضان هيبقى الكيس جاهز على العصير، هتحطيه في الخلاط وتحط السكر بتاعك وهتضيف المية المناسبة ليه، وبألف هنا وشفا. احلى كوباية عصير فراولة مفيدة وجميلة وصحية، احلى طبعا من العصير العلب والكلام ده كله، وبألف هنا وشفا. هنا بقى هنيجي للنوع الثالث من العصير بتاعنا وهي الجوافة. برضو انا لحقت اجيب لكم منها قبل ما تخلص لان خلاص الجوافة دي اخرها، فطبعا ربنا يسهل للجميع وتلحقي تعمليها قبل ما تخلص. شلنا القمع بتاعها وقطعناها شرايح كده او حلقات مدورة، سهلة وبسيطة برضو الجوافة ما فيهاش اي حاجة صعبة. قطع كل الكمية بتاعتنا وهرجع لكم تاني. وهنا خلصنا الكمية بتاعتنا بتاع الجوافة، قطعناها كلها، وهنضيف عليها يعني عصرة كده من الليمون علشان خاطر يعني ايه لونها ما يغيرش. والليمون برضو ده حاجة بسيطة يعني مش كتير، والليمون برضو جميل ومفيد ويخلي طعمها جميل. دول طبعا كانوا يعني مثلا 3 كيلو جوافة، حطيت عليهم ليمونتين كبار، عصرت عليهم ليمونتين كبار. هنا انا بعصر بظهر السكينة عشان طبعا ما ينفعش بالسن بتاعها تعور، قلت برضه اوضح لكم المعلومة دي. هنا بشيل كل البذر لان البذر بيعمل معايا مرارة مش حلوة. وهدلق كمية الليمون اللي انا عصرتها على الجوافة، وهقلب بقى الجوافة كلها كده مع بعض لحد ما تتشرب من الليمون. هفضل اقلب فيها كده مش بايدي بقى ولا بحاجة، بالطبق كده لحد ما كلها تشرب من الليمون. وهبدأ اكيسها في الاكياس بتاعتي، الكمية اللي تناسبك والكمية اللي تحبيها. هنا هفردها في كيس وهضغط عليها بالراحة تاني وهطلع منها كل الهواء عشان تبقى كويسة معايا وما تبصش مني. مرة كمان نحط كمية الجوافة، هنفردها في قلب الكيس عشان ما ياخدش مكان معانا في الفريزر، وهضغط عليها بالراحة اطلع كل كمية الهواء اللي فيها، وهتبقى احلى كوباية جوافة بألف هنا وشفا. طلعيها على طول انك تضربيها في الخلاط وتضيفي عليها السكر والمية، وهتبقى جميلة وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. انا حبيت ابسط عليكم كل حاجة ومحبتش اكتر عليكم في العصاير علشان برضو التكاليف، وجبت لكم يعني ارخص انواع العصاير وافيد انواع العصاير، الحاجة اللي نستفاد منها
الحاجة اللي مش هنستفاد منها بلاش منها. وبألف هنا وشفا. وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وبصحة وسعادة. منتظروني لسه في جزء تاني برضو لتخزين رمضان، برضو حاجات سهلة وبسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا صبر لنا على البلاء ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا، ولا تكل قلوبنا في التعلق بخلقك لقضاء حاجاتنا، وتول أنت كفايتنا، وانظر إلينا بعين الإحسان في جميع أمورنا، فبفضلك اللهم استغنينا، وبجودك يا ربنا أصبحنا وأمسينا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.